قال ايه جايين بيقولوا لي هاتي 100 جنيه علشان نجيب سندوتش بطاطس. قلت لهم 100 جنيه عشان سندوتش بطاطس؟ قالوا لي اه. قلت لهم لا ابعدوا بقى كده، طلعوا لي الكريب اللي في التلاجة. قمت طلعت الكريبايه وكان عندي حته لحمه كده باقيه من فطار النهارده. رحت حطيت شويه كاتشب على شويه مايونيز وقلبتهم كده مع بعض وحطيتهم على الكريبايه بالشكل ده. وبعد كده رحت مقطعه بقى حته اللحمه حتت صغيره كده، وهم قعدوا يقولوا لي لا ومش عايزينها. قلت لهم بس كده استنوا بس عليا وانا هوريكم ان هي هتبقى زي الشاورما بالظبط. المهم ايه، كمان هحط لكم تطبيق حلو قوي في الكومنتات تحت بجيب منه كل الافكار دي، ولو انتوا في حتة تانية هتلاقوه في البايو او في الديسكريبشن. تمام. بعد كده رحت لفيته وحطيت له شويه جبنه موتزاريلا ومعلقه زيت على النار، وعملته لهم احلى من سندوتشات السوري اللي بتتجاب من بره، ومن حته لحمه كنت هرميها. هسيب لكم بقى التطبيق تحت في التعليقات او في الديسكريبشن او في البايو حسب المكان اللي انتوا بتتفرجوا عليه. متنسوش تعملوا لايك وشير.